أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. الفوضى التي يعيشها الشارع المصري والمترتب عنها كثيرا من التأخير، سواء اجتماعيا أم اقتصاديا أم سياسيا. مثل هذه الفوضى هل باستطاعتنا أن نحولها إلى حالة بناء، إلى مرحلة من الأمان والاستقرار، أو إلى تمن من الأمان والاستقرار إن شئنا الدقة؟ ولماذا ليست هناك ثقة حقيقية أو ثقة متبادلة بين الشعب والمسؤولين؟ لماذا لا نجد لها ركيزة أساسية عند الحوار المجتمعي؟ ألم تعد الثقة موجودا إلى هذا الحد؟ ومتى يمكن لهذه الثقة أن تصنع حوارا مجتمعيا حقيقيا، لا حوار طرشان كما يحدث كثيرا هذه الأيام، وما كنا نسميه قديما بحوار الطرشان وهو أيضا الآن هو حوار طرشان. يعني المسألة وإن كان فيها سماع لما يقال، إلا أنه لا يوجد تحريك على أرض الواقع لكثير من المشاكل القائمة الآن. إن صناعة وصياغة عقد اجتماعي جديد بين الشعب والمسؤولين يحتم على كلا طرفي المعادلة أن يكونوا واعين لما يقولون وأن يكونوا مخلصين لما يفعلون. المسألة كلها أصبحت تحتاج إلى وقفة مع الضمير، وإلى هؤلاء وأولئك أصبحت المسافة شاسعة ولا بد من التقارب بينهما. كثيرا ما سمعنا عن البينية ما بين المجتمعات وما بين الجماعات والأحزاب، إلا أننا على مقربة من صراع وشيك. الصراع ليس بالأيدي أو ليس بالسلاح، وإنما صراع اجتماعي لا يمكن أن ينبئ بكثير من الخير الذي نتمناه. نحتاج إلى وقفة مع أنفسنا، نحتاج إلى كثير من الإخلاص في واقعنا المعاش الآن، حتى نعتبره بمثابة طوق نجاة لما يمكن أن يكون قادما إلينا. أرحب في بداية هذه الحلقة بالأستاذ محمد إسماعيل عبده، رئيس الاتحاد العربي للصحة والغذاء. أهلا وسهلا، سعداء بوجود حضرتك معنا. ونرحب بالدكتور جمال مختار، خبير المعلومات والشبكات الإلكترونية. أهلا وسهلا دكتور جمال. ونرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ عبد الله المصري. أهلا وسهلا. أهلا بك. نبدأ النقاش بعد الفاصل، والسؤال للأستاذ محمد إسماعيل عبده: لماذا حتى هذه اللحظة رغم مرور أشهر عديدة ما زلنا بعيدين عن ثقافة الاحتجاجات حتى في اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد؟ الرغبة في ان احنا نحل، ثانيا الإرادة ان انا الرغبة في ان والإرادة. دكتور جمال مختار، خبير المعلومات والشبكات الإلكترونية، بعد 25 من يناير كان هناك أمل أن يتحول الفيسبوك بمثابة منظومة تنفيذية بين الحاكم والمحكوم، وأن يحاول أن يصيغ عقدا اجتماعيا جديدا أيضا ما بين الحاكم والمحكوم، لكن ده ما حصلش على الإطلاق. يعني بنلاقي أن كثير من الرسائل تذهب ولا ردود، وبعد كده نلاقي أن الشارع هو المكان الأصلي لعرض العروض والاحتجاجات. يعني لماذا لم نستطع توظيف الفيسبوك في هذه العلاقة؟ اولا احنا بنقول ان لسه في امل ان الموضوع ده يتم، بس اللي حصل ايه؟ ان الناس دي لم تكن مهيئه ابدا للتعامل تكنولوجيا، وكل واحد دلوقتي بيتباهى انه عنده صفحه على الفيسبوك. تلاقي الاذاعه المصريه تقول لك عندي صفحه مش عارف ايه، تابعونا، الجيش عنده صفحه. هو حس انه بس عمل اللي عليه انه فتح صفحه على الفيسبوك، حاسس ان ده انجاز على تويتر على الفيسبوك. تيجي تقول له يعني زي ما قال الاستاذ محمد، احنا عايزين جهات للتفريغ، عايزين ناس، يعني عايزين لو نقول جهات يبقى لازم نتكلم في ثقافه اداره الازمات، كرايسيس مانجمنت. احنا ما عندناش اداره للازمات، احنا عندنا يعني اذا كنت بتتكلم على الشباب، ما هو سن اصغر وزير دلوقتي؟ يعني تحس الموضوع ما اتغيرش. الموضوع الجرايد ما زالت بتتكلم بنفس الطريقه القديمه، بعض الجرايد ما زالت بتتكلم بطريقه الشماته، ما عندكش تفاعل ان الناس تطلع وتفرغ اللي جواها فعلا، وما عندكش حد يعني عنده المصارحه. انت النهارده عايز، اذا كنا في ازمه فعلا، احنا عايزين نشوف رئيس الوزراء يطلع لنا على التلفزيون في حديث كل اسبوع يتكلم معانا. كان بيطلع في الاول، يطلع يتكلم معانا، طلع مرتين ثلاثه. نتكلم ان فعلا لازم في مواجهه مصارحه. انا نفسي اعرف راي رجال الدين في قطع الطريق. انا ما شفتش لحد دلوقتي راجل دين يطلع في التلفزيون يقول يا جماعه اذا كان ده حلال انا اول واحد انزل اقطع الطريق من النهارده، اذا كان ده حرام انا هكلم الناس اقول لهم ما ينفعش كده. طبعا احنا فعلا عندنا مشكله كبيره جدا، الناس ما كانتش عندها ثقافه الاحتجاج بهذا الشكل، بس برضه احنا محتاجين تنظيم، محتاجين الناس دي. طب حضرتك كمراقب معلوماتي برضه، يعني لماذا لم يعني مثلا مجلس الوزراء بحاله، يعني هو فتح صفحه، يعني ما فيش اليات متابعه من مجلس الوزراء بالكامل بكل اطيافه؟ بقولها لك بصراحه، كل الوزراء عباره عن جزر متباعده، جزر بعيده عن بعض، لا يحدث تنسيق بينهم بالدرجه الكافيه، كل واحد فيهم بيشتغل لوحده، ما عندهمش ثقافه روح الفريق. نفس الكلام هتلاقيه في جهات ثانيه كتير. الناس كلها مخضوضه من اللي حصل وبتحاول تغازل.
يعني مخضوضين من ان بقى في حاجه اسمها شباب، بقى في حاجه اسمها تكنولوجيا. في ناس يعني في ناس بعد الثوره هو ايه الفيسبوك ده؟ يعني ابتدت تسال ايه هو الفيسبوك ده. فاحنا محتاجين الناس دي تتضافر مع بعض، ويعني يلعب بروح الفريق ويد الله مع الجماعه، ونعترف ان في مشكله ونبتدي نحاول نحل. يعني زمان من 20 سنه يا جماعه قطعوا الرغيف عشان الرغيف كان في حملات كده، وقبلها ب 30 سنه اقفل الحنفيه كويس عشان ما تنقطش. حملات، احنا محتاجين حملات سواء في الفيسبوك او على التويتر او على اليوتيوب او على التلفزيون المصري، نحل مشاكلنا ازاي. يا جماعه احنا لازم نشتغل، ما ينفعش وامنوا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لازم مش بس نصلي، ناخد بالنا من المعامله بيننا وبين بعض، والمعامله بيننا وبين الناس، والضمير بتاعنا يكون شكله ايه، والاتقان في العمل، والحاجات انك تحلل فلوسك اللي بتاخدها. انت النهارده مش يعني بتاخد فلوس وعايز فلوس اكتر كمان، طب انت ما بتعملش حاجه. هل الفلوس دي حلال ولا حرام؟ اين تدخل الدين في دوله تدعي الدين؟ بس هم يردوا عليك ويقولوا لك يعني اللي بياخد 500 جنيه حلال ولا حرام، واللي بياخد 700 جنيه حلال ولا حرام. اول حاجه يروح المواصلات وعنده اولاد، ناخد بس الاتصال الهاتفي. وان كانت مخططات، لكن يعني مخططات تصيب البلاد في مقتل. دكتور جمال مختار كاتب 19 تعليق. هي بس هي يعني انا ان شاء الله مش هيحصل كده، انه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وربنا حتى قال على اليهود كلما اشعلوا نارا الحرب اطفاها الله. ربنا اوقدنا، انا اسف. احنا يعني محصله كلامنا كله مش هينفع نشتغل الا اذا كان في امن. لماذا لا يوجد امن لحد دلوقتي؟ اذا كان في مشكله في الشرطه يبقى لازم نشوف اللجان الشعبيه، اذا كان في مشكله في الجيش يبقى لازم نعرف هو ليه ما فيش امن. لا بس اللجان الشعبيه يعني لها، مش عايز لجان يعني شعبيه، عايز اشوف الجيش ليه لحد دلوقتي. هل الامن صعب لهذه الدرجه؟ كمان الامن الالكتروني، الناس اللي بتخش تعمل شائعات وفتن وبتحط صور، يعني مثلا في ماسبيرو جابوا صور من جده، فيضانات جده، وقال لك ده من ناس غرقت واتعملت في النيل. اللي بيقول لك ولعوا كنيسه كذا وما حصلتش حاجه زي كده. وبرضه بنقول لهم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهم لا يتبينوا، واسهل حاجه عندهم نشر الشائعات. وانت بتبتدي زي انت بتلاقي مثلا، سيبك من الاضراب، بنتكلم النهارده لو في مشكله كبيره جدا بتبتدي ازاي؟ بتبتدي اونلاين، بتبتدي في الفيسبوك او في التويتر او في جوجل او في غيره، او حتى في الهوت ميل. بيخش يعمل شائعه وتلاقي الناس كلها بتشارك عن طريق الشير بدون ان يتبين، وعن طريق ان هو يحطها على الوول بتاعه ويعمل فورورد. دي اسهل حاجه عليه، انه ينقل الحق الحق الحق. يعني حتى لما حصلت مشكله ماسبيرو قال لك هيلاري كلينتون قالت ان امريكا هتتدخل تعمل كنايس، بعدين هي طلعت قالت ما حصلش الكلام ده. فاحنا عايزين يعني برضو اين الامن على الانترنت؟ اين القوه الفاعله لوزاره الداخليه واداره الحمايه وتكنولوجيا المعلومات لمنع هذه الحاجات؟ واين القوه والقدره على الرد؟ واين الازهر؟ واين دار الافتاء؟ فين يعني الناس دي كلها عايزينها معانا اونلاين، وعايزين نشوف الامن ده مشكلته ايه. النهارده اذا كنت مش قادر تشتغل ده بسبب الامن، مش قادر تيجي التلفزيون ده بسبب الامن، مش قادر تصدر وتنتج. يعني انت الخطوه الاولى امني، وبعد كده تعالى شغلني، ولما تشتغل الطاقه بتاعتي هتروح في الشغل، وكمان مش هيبقى فيه انتاج. فهنحل المشكله اللي قال عليها استاذ محمد، ان بقى في انتاج يقابل البني ادمين والقوه الشرائيه بتاعتنا، وهيحصل حاجه. يعني احنا في امكاننا سهل قوي ان احنا نبقى زي ماليزيا وزي تركيا. وفي يوم من الايام مصر وصلت ايام محمد علي حدودها وصلت فين، فوق وتحت، وحصل يعني في 20 سنه اتحلت مشاكل كتيره. فاحنا محتاجين قياده حازمه من اول. عايز هو قال حاجه قبل كده؟ لا استاذ محمد اسماعيل عبده هيختلف معك اختلافا يعني كليا، بس احنا نسال الاستاذ عبد الله المصري الاول. طب ناخد اتصال هاتفي. اهلا وسهلا دكتور محمد المليجي. اهلا وسهلا دكتور محمد المليجي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا دكتور. انا بحيي حضرتك يا استاذ عمر على ربنا يبارك في حضرتك على هذه الحلقه وهذا البرنامج الرائع. اشكرك يا دكتور. اهلا وسهلا. لا ازيد عن دقيقتين. دكتور لو سمحت ترفع صوتك شويه. بقول لحضرتك وللجميع المشاهدين لهذه القناه، لماذا كل هذه المطالب الفئويه المستمره في جميع الاوقات وتلك الاحتجاجات؟ يعني علينا ان نصبر حتى يستقر امر البلاد. يعني وانا ذاهب الى العمل وانا راجع حضرتك من العمل اشعر بعدم الامان. في كل مكان احتجاجات ومظاهرات، علينا ان نصبر حتى يستقر امر البلاد. المطالب الفئويه تاتي ما هو دكتور بعد ايادي. دكتور واحده يا استاذ عمر، معلش. دكتور المليجي. نعم دكتور المليجي، الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الله المصري طرح وقال ان يعني الحكومه او مجلس الوزراء هو المسؤول عن استمرار مثل هذه الاحتجاجات الفئويه. نعم.
فما رأي حضرتك؟ هل تتحمل الحكومة هذه المسؤولية كاملة أم يشاطرها الشعب في ذلك؟ لا حضرتك، الحكومة لا تتحمل كل هذه المسؤوليات، الشعب يشاطرها، والعبء الكبير على الشعب. هناك أياد خفية تعمل جاهدة لإسقاط هذه الثورة وسرقتها. نعم. فلا بد من التيقظ والانتباه لهذا الأمر. أنا كتبت مقال حضرتك في بعض الصحف المصرية منذ حوالي أسبوعين تقريبا. نعم. ذكرت فيه حضرتك عدة عبارات أريد أن أسمعها للإخوة المشاهدين. فضل. أنا بقول فيها تحية لشباب الثورة ولشهدائها الأبطال الأحياء ومصرون العظيمة، كما قال الصادق المصدوق: كنانة الله في أرضه، وأن جندها خير أجناد الأرض، فهي قطعة منا جميعا. لابد أن نعمل من أجل استعادة مكانتها الرائدة التي تليق بها وبحضارتها التليدة ومكانتها العظيمة. حياكم الله يا شباب مصر وبارك الله أعمالكم، فقد أثبتتم للعالم أجمع أنكم وطنيون محبون لبلدكم قادرون على العمل وزيادة الإنتاج. فأرجوكم أن تعملوا جادين، أن تنتجوا مخلصين. لابد وأن نترك جميعا التكاسل، نبتعد عن المطالب المستمرة. الأستاذ في جامعته لابد وأن يكون مخلصا للطلاب ناصحا لهم، فبالعلم تبنى الدول والله كلام رائع جدا. هو ده اللي بنتكلم عنه، يعني القدوة. هو ما نتمناه يا دكتور، لكن زي ما الدكتور جمال بيقول لحضرتك احنا بنسعى الى وجود قدوة ليست موجودة، بنسعى الى تكوين نموذج غائب تماما عن المجتمع. نعم. ويعني اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور المليجي وكاتب الصحفي الاستاذ عبد الله المصري. عايز اقولها بس طيب يعني احنا محتاجين القدوة حتى في البيت، عايزين الاب يقرب لابنه، لان انت عندك يعني قدرة على السيطرة على الشعب المصري عن طريق أهاليهم. يعني انت إذا كان عندك 80 مليون قسمتهم على 5 تلاقي البيوت المصرية يعني في احتمال للقدوة، في احتمال للمنع والحزم من البيت. احنا برضو بنطلب من الأهالي ان هم يقربوا من أولادهم قوي عشان يعرفوا يتواصلوا معاهم ويحلوا مشاكل كتير قوي. وأساتذة الجامعة ابتدي بنفسك، حتى لو انت شايف ان مفيش أمل اعمل اللي عليك، يعني قدم بس، خليك انت عندك القدرة، ما دام عندك القدرة على التخاطب مع الناس دي كلها، عندك القدرة على السيطرة والقدوة. يعني دي حاجة من الحاجات اللي احنا بنتمناها فعلا انها تقول. دكتور كمل. مش من جهاز الشرطه. سريعا جدا دكتور جمال عشان ناخد الدكتور عبد الله ونغلق. هننجح لو عندنا اخلاص في النيه ومش هنقلق من اي حاجه. احنا في كام مسلم على وجه الارض؟ كتير جدا. 1.5 مليار. طيب ابتدوا بايه؟ بالنبي عليه الصلاه والسلام واحد. ابتدوا بواحد، كان في نيه وكان في اخلاص وكان في مجاهده ان يحصل حاجه. انا بس عايز اقول الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام: كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيتهم. ستساءلون يا مجلس عسكري، يا داخليه، يا حكومه، يا شيوخ، على اللي بيحصل لنا دلوقتي، على وقف الاستثمارات، على عدم الامان، على اللي بيحصل في البلد. ستساءلون عن كل واحد فينا، فخلوا بالكم قدام ربنا. يعني ما ينفعش الطبطبه اللي انتم بتعملوها فيها، وما ينفعش اللي بيحصل وقف الحال دوت. من فضلكم خليكم حازمين عشان نعرف نعيش ونكمل في هذه البلد.